إن في صوتي دعاء، وفي قلبي أمنية، وفي كياني ثقة بك، وفي شعوري راحة نفس، لأنني على يقين بمقدرتك وعطفك، بأنك ستأخذني لحياة أفضل. ولن أقول علمتني الحياة، فمنك قوتي وتفاؤلي واجتهادي، ومنك الطريق وإليك الطريق، ومن كتابك نتعلم، وعلى نهج نبيك نمضي بالحياة. فقربنا إليك يا رب. إلهي، بيدك الأمر كله، علمني أن أتنازل، وأن أسامح، وأن أتقاضى، ولا تجعلني سببا لضيق أحد. اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا وأمور الآخرة. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم الفيديو ان شاء الله بخير وعلى خير. صورت معكم داكشي اللي درت في هذا الصباح هذا بلا تصنع، بلا زواق، بلا يعني داكشي كما هو حطيته. كنتمنى يلقى الاستحسان ديالكم، تفاعلوا معاه بالضغط على زر لايك، وكذلك تخليوا لي كومونتير زوين، وعلاش لا اقتراحات. مرحبا بالتساؤلات ديالكم، ومرحبا كذلك بالمشاركين الجداد اللي يلاه انضموا للقناه، ولا اللي عاد غادي يشوف القناه من خلال هذا الفيديو. كنبغي نقول لكم مرحبا بكم في العالم ديالي البسيط. يعني كنشارك داكشي على طبيعته. المحتوى متنوع، فيه خياطه، فيه نصائح، فيه بزاف ديال المسائل. كنتمنى يعجبكم المحتوى ديالي وتدعموني باش نزيد لقدام. في الفيديو اللي فات كانت خلات لي واحد البنت واحد السؤال، قالت لي واش ساكنه مع داركم، واش فين الزوج ديالك، فين هو، علاش ما تتهضريش عليه؟ فقررت نجاوب هنايا في هذا الفيديو هذا، حيت كيجيوني بزاف دوك التساؤلات. فانا راه ديجا قلتها في الفيديوهات، يعني ماشي فيديو ماشي جوج، قلت باللي انا منفصله، يعني ما بقيتش مع الزوج. تفارقنا، كل واحد الله يسهل عليه، كل واحد الله يختار ليه حياة افضل كما كنقولوا، والله يعوضه احسن عوض. فما تفاهمناش وتفارقنا، وبنتي معايا انا اللي حاضنه عليها، يعني انا اللي هزيتها. الله يخلي لكم وليداتكم كاملين ويحفظهم لكم. وكما قلت لكم، المكاتب راه ما تمشي غير فين ما مشاك الله. المكتب الا ما كانش مكتب، يعني راه واخا ما يكونوش الاسباب، وإلا كان مكتب راه واخا يكونوا المشاكل، يكون يعني العراقيل، يكون ما عرفت شنو، فكيبقى مكتب هذاك، وديك العلاقه كتكمل. هذا ما كان بخصوص هذا السؤال هذا. فانا عايشه مع، يعني في الدار ديال الوالدين ديالي، عايشه مع الام ديالي، الله يخليها ليا ويخلي لكم امهاتكم، ويطول عمرهم ويرزقهم الفردوس الأعلى، ويرزقهم الجنة، ويرزقهم الرحمة في الأرض، يعني في الدنيا وفي الآخرة. والوالد ديالي توفى، الله يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم موتانا أجمعين. صافي، هذا ما كان. خوتي راه مرة كيكونوا مرة ما كيكونوش بحكم العمل ديالهم. هذا ما كان. المهم هو الإنسان يكون، يعني يعيش مرتاح، ويعيش الحياة اللي باغيها هو. واخا راه الكمال لله، ما تنقولوش الحياة اللي بغينا، يعني حنا عايشين داكشي اللي بغيناه كامل راه كاين، ولكن الراحة النفسية هي الأهم. يعني واحد الحاجة ما ارتحيتيش فيها، ماشي ضروري تكمل فيها. وكما قلت لكم، ربي راه كيدير الخير، وربي هو اللي كيعوض.
هذا مكان الغزالات. الله يسهل عليكم ويفرحكم بكاع داكشي اللي كتمناو، سواء الدراسة، سواء الزواج، الخدمة، اي حاجة، اي حاجة الله ييسر ويسهل فيها ان شاء الله. المهم هو الاستمرارية، يعني فاش كتكون داير عينيك في شي حاجة باغي توصل ليها، ضروري تصبر، وضروري يعني الاجتهاد، ضروري تمسكوا بالحاجة، لان بزاف ديال الناس كيديروا اغلاط، كتكون الرغبة ديالهم كبيرة في واحد الحاجة، في واحد الهدف، ولكن دغيا كيملوا، دغيا كيعياو وكيتخلاو عليه، وفي الاخير كيندموا. الانسان يحاول يصبر ويعني يجتهد، الا شاف القضيه معرقله يشوف منين جا الخلل، يحاول يصلح الا كاين ما يصلح، ويتشبت ويتمسك بالحلم ديالو كيف ما كان. وواحد الحاجه اللي خاصكم تردوا منها البال، هي اللي كتحبط الانسان وكترجعوا اللور، كتخليه يحس بالفشل يعني ما كتعطيهش واحد القوه باش يزيد لقدام، وهي المقارنه. بزاف ديال الناس كيقارنوا حياتهم بحياة الاخرين، كيشوف داكشي اللي عند الاخرى وما عنديش انا، داكشي اللي عايشه هاديك وانا ما عايشاش. هاديك الاعذار، يعني الاعذار كتخرج على بنادم. شحال من وحده كتكون باغا توصل لواحد الحاجه، وكتشوف يعني كتشوف قدامها وحده واصله لداك النيفو اللي باغا حتى هي، ولكن كتبقى تقول وانا صعيب عليا نوصل بحال هاديك، هي راه لقات هادي وعندها هادي فهمتوا؟ يعني هادي من بين المسببات ديال الفشل. الانسان ما يقولش هكاك، راه حتى واحد ما كامل كما قلت لكم. وما تثيقوش في المظاهر، لان الانسان عاده كيوري داكشي اللي باغي هو يوريه لك، كيخبي عليك بزاف ديال الحوايج اللي هما غادي يعطيوك الاحساس يعني غادي يشحنوك بواحد الطاقه سلبيه، كيحاول الانسان يخبيهم عليك في فيديوهات ولا في حياته وفي التعامل ديالو معاك، كيوريك ديما غير الجانب المشرق. داكشي علاش عمرنا ما نقولوا ما غنوصلش، حيت هاديك وصلت لداك النيفو حيت عندها، حيت لقات لا باز، حيت كاين شي واحد كيعاونها، حيت هادي، حيت ما نقولش. ندير اللي في جهدي ونتوكل على الله ونزيد القدام، لان كما قلت لكم راه حتى شي واحد ما لقاها واجده. ايوا الزين ديالي، الا وصلتي حتى لهنا ما تنسينيش بالضغط على زر لايك، بركي على داك الزر ديال اللايك باش الفيديو يشوفوه بزاف ديال البنات اخرين يستافدوا. الا كيبان لك فيه استفاده، الا ما كانتش، المهم يتفرجوا يشوفوا الفيديو، هكا غتكوني دعمتي الفيديو ودعمتي القناه. وغير يعني للتذكير وصافي، راه اللايك البنات ما كنتخلصوا عليه ما والو. اللايك غير هو عنده واحد الافاده كبيره صراحه، باش ما نكروش، لان كيخلي الفيديو يطلع ويشوفوه بزاف ديال الناس. هذا هو الهدف من ديك اللايك، هذا ما كان. وهنا غنقول لكم شكرا بزاف بزاف لاي واحد وصل حتى لهنايا وكمل الفيديو ديالي، وإلا عاد حط ليا واحد اللايك غيكون دارها زوينه. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، خليكم مع تتمه الفيديو.